السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة هناخد الدرس الأول في الوحدة الثانية بعنوان عصر الدولة القديمة عصر بناية الأهرامات. هو إيه العنوان ده يا مستر إبراهيم؟ أقول لك. النهاردة هنتكلم عن أجدادنا وإزاي بنوا الأهرامات وليه بنوا الأهرامات ومن هم أول من حكم مصر. بتوع الدراسات قسموا الملوك إلى 30 أسرة. 30 أسرة؟ كل ملوك مع بعضهم أسرة، يبقى قسموا الملوك إلى 30 أسرة. أنا عندي عصر الدولة القديمة من الأسرة الثالثة للأسرة السادسة. من الأسرة الثالثة للأسرة إيه؟ من الأسرة الثالثة حتى الأسرة السادسة. طب بالنسبة لعصر الدولة بالنسبة للأولى والتانية ده اسمه العصر العتيق. اسمه العصر العتيق. سمي بعصر البناء والتأسيس. بتفسر سمي بعصر البناء والتأسيس. هتقول لأن هذا العصر بدأ بتوحيد الملك نعرمر مينا لمملكتي الشمال والجنوب. يعني الملك نعرمر كان لسه مجاش مصر. مصر كانت مقسمة إلى مملكتين، مملكة في الشمال والأخرى في الجنوب. لما جه قام بتوحيد المملكتين وتأسيس عاصمة مصر الموحدة وهي مدينة منفر. مدينة ايه؟ منفر. خصائص العصر العتيق بقى. يلا نخش على خصائص العصر العتيق. أنا عندي 1 2 3. عندي كم حاجة؟ 1 2 و3. أنا عندي أول حاجة الاستقرار وتحقيق الأمن. أول حاجة ليه؟ الاستقرار وتحقيق الأمن. بما تفسر الاستقرار وتحقيق الأمن في العصر العتيق. هتقول لأن ملوكها اهتموا بتأمين حدود مصر. الملوك بتاع العصر ده اهتموا بتأمين حدود مصر، يعني أمنوا كويس حدود مصر وبناء الحصون. بنى ايه؟ الحصون وحطوا جواها الجيوش. يبقى رقم 1 الاستقرار وتحقيق الأمن لأن ملوكها اهتموا بتأمين حدود مصر وبناء الحصون. رقم 2 الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية. ليه؟ بما تفسر كان بيهتموا بالأنشطة الاقتصادية. هتقول حيث اهتم الملوك بالطرق الصحراوية. عارف انت الطريق الصحراوي اللي بتمشي على ده؟ هم اهتموا بتأمين الطرق الصحراوية علشان ما يطلعش عليك بلطجية او حجامين مثلا ياخدوا منك البضاعة او التجارة بتاعتك. لتأمين التجارة المارة بها. تأمين الايه؟ لتأمين التجارة المارة بها. طب وايه تاني؟ وسيطروا على المنطقة الواقعة جنوب الجندل الأول. ايه هو الجندل الأول ده؟ مجموعة من الصخور الكبيرة جدا موجودة في نهر النيل جنوب مصر. هم سيطروا عليها. طب من أجل ايه؟ من أجل التجارة واستغلال المناجم. كما اهتموا باستغلال محاجر سيناء. باستغلال محاجر ايه؟ باستغلال محاجر سيناء. كده عندي رقم 1 الاستقرار وتحقيق الأمن. 2 الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية. رقم 3 الاهتمام بالعمارة خاصة بناء مقابر الملوك. رقم 3 الاهتمام بالعمارة خاصة بناء مقابر الملوك. هيقول لك دلل الاهتمام بالعمارة. هتقول حيث تحولت المقابر من مجرد حفرة في الأرض إلى إيه؟ إلى حجر دفن من الحجر الجيري يعلوها جزء من الطوب اللبن يشبه المصطبة. طوب اللبن اللي هو كانت الطين وبيحطوها في الشمس فتصبح عبارة عن إيه؟ عبارة عن طوب.
يبقى أنا عندي خصائص العصر العتيق 3 حاجات. 1 الاستقرار وتحقيق الأمن. 2 الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية. رقم 3 الاهتمام بالعمارة خاصة بناء مقابر الملوك. يلا نخش بقى على عصر الدولة القديمة. قلنا من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة، 3 4 5 6. وسمي عصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرامات. بما تفسر سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرامات لاهتمام ملوكه ببناء مقابرهم على شكل أهرامات. يبقى بما تفسر سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرامات، هتقول لاهتمام ملوكها ببناء مقابرهم على شكل أهرامات. زي الفل. خصائص عصر الدولة القديمة: الاستقرار وتطور فن العمارة. الاستقرار مش هنتكلم فيه خلاص، تمام. 2 تطور فن العمارة، ظهر ذلك في الاهتمام ببناء الأهرامات مقابر الملوك. 2 معابد الآلهة والمعابد الجنائزية. هنشوف شكل المقابر في عصر الدولة القديمة. أنا عندي رقم واحد بدء بناء المقابر في شكل مصطبة اهو، على شكل مصطبة، تمام. وبعد كده ثم تطور الى عدة مصاطب. لما جه ملك زوسر قال لك انا مش هدفن تحت مصطبة واحدة، انا عايز 6 مصاطب. ثم تطور الى عدة مصاطب اخذت شكل هرم مدرج مثل هرم زوسر. مثل هرم زوسر. رقم 3 ثم وصلت الى شكل الهرم الكامل بقى. في عهد الملك خوفو. في عهد الملك خوفو. الاشكال اللي قدامنا دي بتدل على تقدم المصريين القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك. يبقى المصريين القدماء عندهم علم في فن العمارة والهندسة والفلك. رقم 3. رقم 3 البراعة في فن النحت. البراعة في فن النحت. برع الفنان المصري، لو جه قالك برع الفنان المصري خلال هذا العصر في فن النحت. برع الفنان المصري خلال هذا العصر في فن النحت. دلل حيث استخدم المصري القديم المواد المختلفة كالحجر والعاج والخشب وغيرها. يبقى بما تفسر استخدام المصري القديم المواد المختلفة، بما تفسر برع الفنان المصري القديم خلال هذا العصر في فن النحت، هتقول استخدام المصري القديم المواد المختلفة كالحجر والعاج والخشب وغيرها. 2 اهتم بتنحيت التماثيل. اهتم بتنحيت التماثيل الملكية. طب بما تفسر ليه المصريين القدماء اهتموا بنحت التماثيل الملكية؟ بما تفسر بسبب الاعتقاد في قدسية الملك. يعني الملك ده شيء مقدس زي الإله عندهم كده، فلازم يعملوا له تمثال. يبقى أول حاجة اهتم برضو، قلنا برع الفنان المصري خلال هذا العصر في فن النحت، هتقول استخدم المصري القديم المواد المختلفة كالحجر والعاج والخشب وغيرها. 2 اهتم بنحت التماثيل الملكية. بما تفسر بسبب الاعتقاد في قدسية الملك، يعني الملك ده مقدس، فقام بالتالي نحت تماثيل. قلنا نحت تماثيل للنبلاء. النبلاء دول اللي هم الأغنياء، الناس الأغنياء جام دول، مثل نبيل كعبر. كاعبر، مش كعبر، كاعبر. ويعرف حاليا بتمثال شيخ البلد ونحت تماثيل في وضعية جديدة. مثل الكاتب الجالس زي ما انت شايف كده، الذي يظهر دقة
ومهارة الفنان المصري القديم ومدى مكانة الكاتب في المجتمع، كما ظهرت براعة الفنان المصري القديم في النقوش البارزة على الأسطح الصلبة برضو، واستخدام الألوان في تصميم الصور الجدارية على جدران المعابد المعابد. رقم 4 عندي التراث الأدبي. ازدهر الأدب في عصر الدولة القديمة، خاصة الأدب الديني مثل نصوص الأهرام. ما المقصود بنصوص الأهرام؟ هي مجموعة نصوص دينية زي ما انت شايف كده اهي قدامك اهي، مجموعة نصوص دينية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران الحجرات الداخلية للأهرامات، على جدران الحجرات الداخلية للأهرامات. معايا تاني بقى، قلنا عصر الدولة القديمة بيضم من الأسرة كام لحد الأسرة كام؟ قلنا من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة. وقلنا عصر الدولة العصر العتيق قلنا الأسرة الأولى والأسرة الثانية. قلنا بما تفسر سمي العصر العتيق بعصر البناء والتأسيس. قلنا لأن هذا العصر بدأ بتوحيد الملك نعرمر اللي هو مينا لمملكتي الشمال والجنوب، وتأسيس عاصمة مصر الموحدة وهي مدينة منفر. خصائص العصر العتيق قلنا 1 2 3 الاستقرار وتحقيق الأمن. قلنا لأن ملوكه اهتموا بتأمين مصر حدود مصر وبناء الحصون. الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية قلنا اهتموا بالطرق الصحراوية لتأمين التجارة، وقلنا وسيطروا على المنطقة الواقعة جنوب الجندل الأول من أجل التجارة واستغلال المناجم، كما اهتموا باستغلال محاجر سيناء. رقم 3 قلنا دلل الاهتمام بالعمارة خاصة بناء مقابر الملوك. هتقول حيث تحولت المقابر من مجرد حفرة كده في الأرض إلى حجر دفن من الحجر الجيري يعلوها جزء من الطوب يشبه المصطبة. بما تفسر سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرامات. هتقول لاهتمام ملوكه ببناء مقابرهم على شكل أهرامات. خصائص عصر الدولة القديمة قلنا الاستقرار وتطور فن العمارة زي الأهرامات ومعابد الآلهة والمعابد الجنائزية. دلل برع الفنان المصري خلال العصر في فن النحت. قلنا 1 استخدم المصري القديم المواد المختلفة كالحجر والعاج والخشب وغيرها، واهتم بنحت التماثيل الملكية. طب بما تفسر بسبب الاعتقاد في قدسية الملك ده شيء مقدس زي الإله عندهم كده، فلازم يعملوا له تمثال. وزي نحت برضو آخر نحت تماثيل النبلاء مثل نبيل كعبر ويعرف حاليا بتمثال شيخ البلد. ونحت تماثيل في وضعية جديدة. بص بقى، نحت تماثيل في وضعية جديدة مثل الكاتب الجالس الذي يظهر دقة ومهارة الفنان المصري القديم ومدى مكانة الكاتب في المجتمع. قلنا برضو ازدهر الأدب في عصر الدولة القديمة خاصة الأدب الديني مثل نصوص الأهرام. قلنا ما المقصود بنصوص الأهرام؟ هي مجموعة نصوص دينية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران الحجرات الداخلية للأهرام. ده كان الجزء الأول من درس عصر الدولة القديمة وبناء الأهرامات. يا رب تكونوا استفدتم. كان معكم مستر إبراهيم شعبان. سلام.